نقطة مشتركة في المراقبة أو في شروط المراقبة على الرئيس والعضو البرلماني المنتخب. تكرر نص واضح إن في حالة قبوله هدية بسبب المنصب، ودي احنا محتاجين نعرفها، كيف للأجهزة الرقابية أو لأي جهة تراقب ستعرف هل الهدية التي يتلقاها رئيس الجمهورية أو العضو البرلماني بسبب المنصب وليست لشخصه. هذا النص يجعل الشرط الرقابي كله أو الحالة كلها كأن لم تكن وكأنها غير موجودة. الأصل في الدساتير المصرية اللي كان موجود في دستور 23 وأعيد كتابته في مسودة 54 كانت بتنص بمنتهى الوضوح إن في سقف بيحدده القانون لقيمة الهدية التي يتلقاها رئيس الجمهورية أو عضو البرلمان. في حالة تلقي هدية تتجاوز هذا السقف المفروض ترد إلى خزانة الدولة. هنجد في دستور 2013 النزاهة الكاذبة في إنهم بيتكلموا إن لو كانت الهدية بسبب المنصب أيا كانت قيمتها بتترد في خزانة الدولة، بس لو الهدية ليست بسبب المنصب يبقى ما تتردش في خزانة الدولة. يعني ممكن واحد يهادي عضو برلماني بفيلا أو بقصر ويروح كاتب له أنا مهديك بدي عشان محبة مش بسبب منصب.